السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل معاكم النهاردة بقى شوية مخلل لفت عجب. حاجة كده فاخر من الآخر، لا هيسود معاكي ولا هيطرى، وهيفضل معاكي بقرمشته من السنة للسنة. بس هتمشي معايا بالخطوات دي هيطلع لك إن شاء الله أحلى نتيجة. نبتدي كده ونقول بسم الله. انا معايا شوية من روس اللفت. طبعا انا قطعت الورق وخدت الورق عملته محشي، وعملت الفيديو ده معاكم قبل كده. هناخد بقى الراس بتاعة اللفت نعملها ايه مخلل. انا جبت الراس اللي هي الكبيرة، وتأكدي مش اي راس كبيرة تجيبيها، لان بتبقى فيه راس كده شيخة زي ما بيقولوا شيخة، يعني فاضية من جوه مخوخة كده من جوه. بس الراس اللي انا جبتها ديت، الروس بتاعة اللفت ديت، لا ما هي شيخه وقدامك زي الفل وجميله اهيت، ما هي شيخه ولا حاجه. فاما بجيب الراس الكبيره بتنجز معايا وبتفرط معايا مخلل كتير. جبتها قطعت الراس زي ما انتوا شايفين كده، وجبت بقى القطاعه اللي هي بتخلي الحاجه مزجزجه كده زي ما احنا بنشتريها من بره، او ممكن بسكينه عادي، في سكينه برضو مزجزجه كده، او بسكينه عاديه. اي تقطيعه يعني مهاش هتفرق. المهم نقطعه طبعا بالحجم اللي احنا عايزينه، كبير صغير براحتك. انا جبت راس كده وحاولت اقطعها قدامكم بالشكل ده. بعد كده هاخدها بقى وهنشوف هنعمل فيها ايه. هقطع كل الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ومانيش مش هشيل القشر بتاعها، اوعي تقشريها. هو انتي هتغسليها وتشيلي بقى كده ايه مكان الجذر اللي كان طالع فيها كده، وتغسليها كويس من الطين. بس اوعي تشيلي القشر بتاعها، القشر ده كله هو ده اللي هيعمل لي بقى اللون المحمر كده بتاع اللفت. مش هنحط فيها بنجر، هو هيحمر لوحده من القشر بتاعه. بعد ما قطعتها كلها بنفس الشكل بالشكل ده، شكل الزجزاج كده ادالها شكل جمالي، او زي ما قلت لك بالسكينه عادي. اديني بقول لك اهو، اوعي تقشري القشر. بعد ما قطعته خدته غسلته غسله كويسه. وبعد كده بقى هجيب البرطمانات اللي هحطها فيها، برطمان او علبه المتوفر عندك. انا كان عندي العلب دي علب جبن، غسلتها كويس وهحط بقى فيها اللفت. هنزل نص الكميه معايا، لان الكميه دي عملت لي برطمانين. بعد كده بقى معايا شويه بصل، يعني نقيت البصلة الصغيرة أو البصلة الوسط، لو بصلة كبيرة شوية هقطعها نصين. البصل بيدي طعم جميل جدا جدا لأي مخلل، أي مخلل حط فيه بصل. عارفة هتقولي البصل غالي، بس أنا البصل ده كان متخزن عندي من أول السنة، من أول الموسم بتاعه، ومش هتفرق معاكي يعني بصلتين لو جبتيهم وقطعتيهم، مش هتأثر قوي يعني. بعد كده جبت كام فص ثوم برضو صحيح حطيتهم. كل ده بيدي نكهة جميلة قوي للمخلل، الثوم والبصل. والله بقى لو محشي، لو مخلل مشكل. وهنعمل معاكم برطمان مشكل دلوقتي. هنيجي بقى للمحلول الملحي، والمكون اللي هيخلي معايا اللفت مقرمش وبنفس اللون بتاعه من السنة للسنة. انا جبت لتر مية وحطيت فيه الملح. انا مش هقولك مقدار الملح قد ايه، لان انا بصراحة ما بعايرش بمقدار الملح. انا دلوقتي جبت المكون اللي بقولك عليه، اللي هو عبارة عن معلقة من السكر. معلقة السكر ديت هتخلي المخلل بتاعك مقرمش، هيفضل مقرمش مش هيطرى ومش هيسود. طبعا احنا عارفين اللي عمل مخلل اللفت قبل كده ان اللفت لو قعد فترة بيسود، لونه بيغير خالص، وكمان بيطرى وميبقاش طعمه حلو. فانا جبت معلقه السكر على المحلول الملحي. وزي ما قلت لك المحلول الملحي انا ما بعايرش الملح، انا بحط وبدوق الملح. الملح لقيته مظبوط معايا، هو ده الحدق اللي انا عايزاه، خلاص بكتفي بكده. انت طبعا يعني في ناس بتحبه حادق جدا وفي ناس بتحبه معتدل. انا كده خلصت البرطمان اللي هو البرطمان بتاع اللفت بس. هاجي اعمل معاكم بقى برطمان مشكل. ايه اللي انت بتحطيه فوق اللفت ده؟ ده الكرنب ده. شفت لما تقطعي الورق بتاع الكرنب كده بيبقى فيه قطع كده في الراس بتاعه الكرنب، ده مخلي الكرنب بيبقى روعه، بيبقى جميل جدا. جربيه مش هتندمي. بعد كده جبت كام قرن شطه كده، منه اللي هو المشطشط قوي، منه اللي هو مش مشطشط عادي. جبت كمان كام واحدة قشر استفندي. قشر استفندي بتخلل، بيبقى طعمه جميل جدا. جربيه ومش هتندمي، بس طبعا اغسليه الأول. كام واحدة كده غسلتهم وبعدين حطيتهم. كل ده بيدي نكهة حلوة قوي للمخلل. حطيت برضو كمان معاه توم، وحطيت كمان معاه بصل. والله بقى لو عندك كمان شوية خيار، شوية خيار وشوية جزر،
هيبقى كده برطمان مشكل 100 بقى. كده خلاص قطعت البصل، هحط عليه برضو المحلول الملحي اللي عليه معلقة من السكر، اللي مش هتخلي المخلل يطرى معايا وهيفضل مقرمش. ده ايه بقى؟ ده بعد مرور حوالي اسبوع من المخلل. انا فتحت لكم البرطمان اللي هو فيه اللفت والبصل بس بعد حوالي اسبوع. شايفين المية بتاعته حمرا ازاي؟ من غير ما نحط له لا بنجر ولا نحط اي حاجة. شايفين المخلل بتاعه؟ شايفين القشر بتاع الاستفندي بيبقى طعمه جميل جدا. انا هسمعكم بقى القرمشة بتاعة اللفت، اسمعوا معايا كده. بصراحة قرمشة من الآخر. لو فضل معاكي من السنة بالشكل ده هيفضل بنفس القرمشة وبنفس اللون وبنفس الطعم، مش هيغير معاكي خالص. معلقة السكر فيها السحر كله، وكمان المية بتاعت القشر بتاع البنجر هو اللي عمل لي المية الحمراء اللي انتوا شايفينها دي، واللون الجميل الفاتح اللي انتوا شايفينه، من غير لما نحط بقى لا بنجر ولا نحط اي اضافات تلون لنا المية. جربوا المخلل بالطريقة دي، بيه طبعا الإضافات دي هيديله نكهة جميلة جدا. شايفين الشكل؟ شايفين اللون؟ يلا أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.